غادي نقول لك علاش ما عمرنا غادي نديو كاس افريقيا. كاس افريقيا جامي نديو، جامي ناخذوه. انا نقول لك علاش. السبب انت اللي كتشوف فيه واحد من هاد الاسباب. نبغيك تركز معايا في ثلاثه ديال الاشياء اللي المغرب دخل بهم بهاد كاس افريقيا هادي، واللي الصوره ديالو وصلت للعالم، والرساله ديالو وصلت. داكشي علاش قلت لك ما محتاجينش شي شهاده ديال شي حد ولا تنصر شي واحد يهضر على المغرب. يكفي داكشي اللي عشناه وشفناه. دخلنا بثلاثه ديال الاشياء، والاولى هي الدوله المغربيه اللي دخلت بتنظيم مغربي، وما غاديش نقول لك عالمي، لاننا رفعنا السقف على العالميه. خصوصا وشفنا بنيه تحتيه من الملاعب اللي ما غاديش نقول عليها عالميه، لانها كانت استثناء اليوم من بعد ديك التساقطات، واللي بالنسبه لهم ملاعب عالميه كيهضروا على ديك التساقطات كيفاش طاحت، وكيفاش العشب نص داك الماء في ديك الظرفيه وفي ديك الوقيته في كميه ديال الماء اللي هطلات من عند الله عز وجل. دخلت الدوله المغربيه كذلك بنيه تحتيه، منها طرق، ومنها كذلك تي جي في، اللي يمكن لك تشوف مباراه في طنجه على بعد 290 كيلومتر على الرباط، وتشوفها في الرباط في مباراه موراها بساعه المكانه. دخلنا بشي اشياء اللي هي خياليه، من بينها الامن. كيفاش المغرب كينعم بداك الاستقرار، لان دول افريقيا وجاتها غريبه ان كيفاش منتخب تي جي في ونزل ويلقى راسو من وسط المغاربه، ونسى راسو انه ولا كيفكر ممكن كان وكان وكان، ونسى ان المغرب راه كان شحال هذه اللي كان كينعم بالاستقرار وباقي كينعم بالاستقرار، وهو من الناحيه الامنيه يحتذى به. شاركنا بالشعب المغربي اللي فعلا ما غاديش ندخل في التمييز ونقول لكم نتوما ما كتشبهوش العرب، ما غاديش ندخل في العرق ونقول لكم لا نتوما ماشي عوازه، ولا نتوما ماشي سمرين، ولا نتوما ماشي. ما غاديش ندخل في النظريه ديال السحر والشعوذه لانني لا اؤمن بها. ما غاديش ندخل في النظريه ديال الكولاسه والراي الاخر، باللي غادي نقول لكم هو انكم نتوما بينتوا انني ما غاديش نقارنكم مع العالميه. انا غنقول لكم اصلا نتوما شعب. يكفي انني بلاصه ما نقول العالميه نقول الشعب المغربي. كيفاش طيبوبه ديالكم ساهمت اننا نشوفوا منتخبات كانت خاسره بواحد الزيرو في اكادير في الميطه الاولى، في الدوزيام ميطه من 1000 مشجع 40000 مشجع، ومن واحد الزيرو لجوج لواحد، وخرج متفوق. ورجعتوا كتطعنوا في شرفكم في كرامتكم بانكم دخلتوا شجعتوا واحد المنتخب وبغيتوا تعطيو درس، ولكن انا عارف قلبكم كان مع الدوله الاخرى. درناها مع بزاف وكلينا العصا. وهذه النقطه الجوهريه اللي بغيت نقول في هذا الفيديو، لاننا ما يمكنش نربحوا كاس افريقيا وحنا المنتخب ديالنا كامل داخل كاس افريقيا بالنظريه ديال انه هو الثامن عالميا، وبقى غادي بها ومشينا دقه دقه. ملي وصلنا للنهائي ما غاديش ندخل علاش المنتخب هو اللي دركراكي كان كيمشي عند دوك الناس اللي البيلاتي شافوا العالم كامل وماشي سوقنا، والتاريخ لن يتذكر هذه الاحداث ونساحبها. كان غيتذكر اللقب ديالكم. ما غاديش نقول كون لكم كان الكون يكونكم معمر الكون يكون، لانني كنقول ما عمرنا غنفوزوا بكاس افريقيا وسط الدول الافريقيه بالفكر ديالها. ما كاينش حاجه سميتها خوتي وحبابي، كلشي كيبان على الصلب ديالو. اللي ما بانش بالسحر والشعوذه وداك التخربيق اللي ما كنامنش به، كيبان بالكولاسه والنظريه ديال المؤامره اللي كيعيشوا فيها واللي تربوا فيها واللي تزادوا فيها. حنا الشعب المغربي غنختزلوا لكم في واحد الشخص اللي كيتضرب بزاف الناس قرابين منه، وكيعطيهم وما كياخذش منهم، وكيضروه بزاف. وبالليل ملي كيمشي للدار وكيحط راسو للمخده كيقول لا، باش نقدر نفيق بشخصيه جديده خصني نبدل من الطيبوبه ديالي باش نفعتني. خصني نكون ولد الحرام حاشاكم، سمحوا لي على هذا المصطلح من فعيلي اللي يمكن لي نواجه به هاد الناس هادو اللي كيضروا. ملي كيفيق الصباح ما كيلقى راسو انه نسى الهضره ديال المخده والهضره اللي قال بالليل، وكيواجه العالم اخر عاوتاني، وكيلقى الناس عاوتاني اللي يضحكوا عليه وكيمشي بالطيبوبه ديالو. هذه هي المساله اللي ما عندكمش نتوما المغاربه، واللي خصكم باش تربحوا كاس افريقيا. خاصكم البكا، خاصكم الشكا، خاصكم نظريه المؤامره، خاصكم واحد الاشياء اللي ما يمكنش تكون عندكم. ما غاديش نعاتب دياز، ما غاديش نعاتب وليد الركراكي، ما غاديش نعاتب النصيري، ما غاديش نعاتب حكيمي ملي كانوا كيرجعوا الناس اللي كانوا غاديين ينسحبوا، لان هادشي فينا طبيعه. واللي غادي يقول لك لا ما فينا طبيعه راه في مرض في قلبه شي مرض. ولا لانني انا كنقول لك ما كنامنش بالعرق، انا امازيغي لا انا سمر الابيض، كنامنش بالانتماء لا انا مغربي لا انا مصري. لا شريف نتوما راه مختلفين عليهم، سواء نتوما عرب وما ماشي عرب، سواء نتوما ماشي عرب، سواء نتوما اللي رباكم ولا ربانا النهار الاول ربانا على واحد التربيه اللي غريبه على دول اخرى اللي قريبه علينا. فعلا تربينا واحد التربيه اللي مختلفه بزاف، وفعلا عندي امل كبير اننا الاستحقاقات المقبله الخارجيه اللي كنلعبوا فيها في اوروبا وكنلعبوا فيها مع دول متقدمه وعندهم فكر، لاننا اليوم ولينا بغينا نفوزوا بالفكر اللي افتقدوه بزاف ديال الناس. الطيبوبه ديالكم وصلت للعالميه، ما محتاجينش منها توصل للعالميه، لان كل واحد زار المغرب كيعرف القيمه ديال المغاربه قبل المغرب.